ستايلست نور الربيعي في سيت محمد جعفر. اقول لك مهندسه لو ستايلست عندك الاثنين. صباح الخير. التحضيرات لهذا العمل، وهذا عمل مودرن ما بتحقيب، لربما يكون ابسط ان كان بحقبه زمنيه. يا اهلا وسهلا، خلينا على ستايلست احسن. اوكي. المسلسل هذا هو مودرن، بس الفكره من بالاحداث اللي بيه احنا نريد نوظف الازياء حتى تنطي انطباع، يعني كل شخصيه هي شنو دورها وشنو تاثيرها. احنا اشتغلنا على شخصيات معينه، هو المظهر الخارجي يوحي بشيء معين، بس الاداء هو اللي راح ينطي تصور ثاني للمشاهد، هو نخليه هو اللي يكتشف. يعني شيء مثل نقول انه مبطن، الاداء بجهه والستايل بجهه ثانيه مقصود، مو يعني مو كان شيء عفوي او عشوائي. انا ما اريد اقول غالب الستايلست اللي اعرفهم او اللي اشتغلت وياهم، خلينا نقول 50-50. ما له علاقه بالنص، ينطي كاركتر يروح المخرج هذا شو تريده، مثلا باد بوي، هاي هاوس وايف الى اخره، نشتغلها بما هي. قريت النص؟ اكيد طبعا، مو بس النص، احنا نقرا حتى الحوارات. يعني احكي على يعني صعيد شخصي، انا اركز بالحوار اكثر، لان ممكن الحوار ينطيني ايحاء او تصور عن انه شنو اللبسه اللي راح نختارها من مجموعه اللبسات المحدده لهذا الكاركتر. ممكن لون معين يخدمنا او يفيدنا او ينطي شعور للمشاهد انه فعلا هو يعزز. مثلا عندنا واحد من المشاهد، احنا عندنا ستار جلد مثلا الشخصيه الرئيسيه، بس ما وظفتها بكل المشاهد، لا عندي مشهد هو راح يروح لشخصيه معينه يقابلها، انا اريده يكون اللبس ينطي باور اكثر للممثل بسبب الحوار، بسبب اللوكيشن الى اخره. واكيد يعني يكون بتنسيق الكادر الفني كله، اجماع بين رؤيه المخرج ونظره وتفاصيل اللوكيشن بالاتفاق مع المدير الفني، من عندها تفاصيل حتى تخص الممثل شخصا. شلونك ويا جماعه البروبس ماستر؟ يعني المفروض علاقتنا قويه. المفروض علاقتكم قويه لان يطلعون شيء سوا، ها؟ بالضبط. ما احنا زين ليش ستايلست مو بروبس ماستر انت؟ ستايلست يعني ليش ملتي لهذا التخصص؟ يعني علاقتي بالازياء يعني احسها اقوى اكثر من الملابس، وهذا اساسا يعني توجهي حتى على مستوى يعني مشروعي الشخصي همينه يخص الازياء. عندي ورشه خياطه وتفاصيل، يعني تفاصيلها كلها لها علاقه بالازياء. هذا اول عمل تنزلين به، لو اكو غيره كم عمل؟ يعني 6 أو 7 اعمال دراميه. حلو. بديتها بمنطقه الحمراء، ومجموعه اعمال على MBC، مجموعه اعمال على UTV، وهسه هاي ان شاء الله على العراقيه. هو انت لازم تكونين حامله لشهاده اكاديميه حتى تكون بتخصص فني؟ هي ضروره، يعني هي شيء يعني مكمل وضروره. لا هي مكمل. انا خربك اليوم لو ويا الاكاديميين لو ويا الفنيين. بصراحة أنا أشوف إنه يعني هو هذا الشيء نابع من داخل الإنسان، إذا هو شغوف بعمله أو الشيء اللي متجه إليه شغف، بالإضافة إلى الالتزام والتطور، إنه المفروض الواحد دائما يواكب إنه الاختصاص اللي هو ممارسه، تطور والشغف والالتزام، ثلاثة ممكن يغنني عن الشهادة الأكاديمية. من جماعة مدرسة تأخذ سيرتيفيكيت محترفة من برا، ربما تغنينا عن كذا سنة أكاديمية، مع احترامي لكل أكاديمي، بس هذا الواقع بالدراسة. الدراسة مو سوق عمل للأمانة. تجربة يعني حسيت فيه بالغرض أكثر. أنا أقول لك فرصة سعيدة وشكرا بالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا.